صباح الفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. ربنا يجعل يومكم مليان بالبركه والحب والامل وراحه البال. النهارده جايين كده بروتين كده، اوله نشاط ونصف نشاط واخر نشاط ان شاء الله تستفيدوا، واكون كده قدرت افيدكم كده لو حتى طاقه ايجابيه بسيطه جدا. بعيدا عن الاصوات اللي انتوا سامعينها، فده الطبيعي بتاع البيئه اللي انا فيها يعني فما حدش يستغرب، لاني مش لاقي وقت تاني اني امنتج فيه غير الوقت ده، ويا رب تظبط بقى، لان دي 10 محاوله اسجل فيها. زي ما انتم شايفين كده معايا في اول الفيديو، معانا مواعين كتير. طبعا الميه كانت قاطعه والكهرباء كانت قاطعه وكان عندي مواعين متراكمه، فحبيت كده ايه اخد معاكم نبذه عن قبل وبعد، او قبل وبعد، او بعد وقبل. تمام. فمواعين كتير والدنيا تضرب تقلب، والولاد كانوا عيانين وانا كنت ملبوخه ملخومه معاهم، مش عارفه اعمل اي حاجه خالص. فبالتالي الدنيا وصلت معايا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. مواعين كتير، اطباق كتير، خوصه كتير جدا، وكله على دماغنا في الاخر. بس كان غصب عني طبعا، كهرباء وميه وولاد تعبانه، وانا براسي يعني انا بقوم بالحاجات دي كلها لوحدي، يعني مفيش حد بيشيل ومفيش حد بيساعد، فطبيعي توصل معايا الدنيا للمرحله اللي احنا فيها دي. فقلت كده نستعين بالله كده ونصلي على النبي ونستغفر ربنا كده يا بنتي، يلا تشجعي كده وعشان تعملي الورد اليوم بتاعك كده وتستغفري كده وتصلي على النبي، والدنيا تخلص معانا زي الفل. غسلت كل المواعين ولميتها زي ما انتوا شايفين كده على بعض، وبعد كده مسحت الرخام ومسحت الارضيه وكنستها وطوقت البوتاجاز، والدنيا كانت معانا زي الفل ما شاء الله. كل حاجه خلصت وكل حاجه كانت سهله، بس الاستعانه بالله وانك تتوكلي على ربنا كده وتستغفري ربنا كده، ربنا بيعينك ويقويك والدنيا بتخلص معاكي في لمحه بصر. ربنا يعيننا ويقوينا يا رب، وما يخدمنا ولا يحوجنا لحد ولا يخدم عيالنا اللي احنا، اللهم امين. بس فخلاص كده خلصنا قبل وبعد. كنت انا بقى جايبه شويه مشتريات، حاجات خفيفه كده ب200 جنيه. تمام، يعني حاجات لا تذكر يعني 2 كيلو بصل ب50 جنيه والله، وبقالك سعر يا مصنن. المصنن بقاله 50 جنيه 2 كيلو بصل، اشم فيهم ولا اعمل فيهم ايه انا مش عارفه. المهم ما علينا، نزلت اجيب بصل، قال الكيلو ب25 جنيه، وانا ما كنت مخلصه وبحتاج بصل طبيعي يوميا في الغدا، في اي حاجه عامه يعني، تتبيلات كلام من ده. وانا السنه دي ما خزنتش بصل، ومش بالعاده ان السنه دي كان غالي جدا وما خزنتش، قلت ممكن يرخص ابقى اجيب. للاسف غالي جدا وراحت عليا، فجبت 2 كيلو ب50 جنيه. وانت مخلصه بهارات، رحت جبت ايه، جبت ملقتش حصى ولا فلفل اسمر، جبت ب10، جبت ب10 كزبره مطحونه و10 كزبره كمون. بس عايزه اقول لكم، حاسه ان الحاجه يعني بيزودوها خشب، بيزودوها تراب، ما تعرفوش فيها ايه، مش كويسه جدا وما انصحكوش انك تعملوها تاني. وجبت ب5 جنيه ورق لورا. كنت واقفه على طماطم ومحتاجه طماطم طبعا كان وقتها ب25 جنيه، يعني من اسبوع بالظبط كانت ب25 جنيه. فرحت اجيب مبقاشه نص كيلو كده، والطماطم زي ما انتوا هتشوفوها معايا كده صفرة وخضرة، مفيش فيها ريحه الحمار، مش حلوه اصلا. بقول له بكام؟ قال لي نص كيلو ب12 جنيه، ب12 جنيه ونص. قلت له لا، هو 6 جنيه، ان كان عاجبك مش عاجبك مع السلامه، ان شاء الله عن الواحد بطبخ يا اخي. المهم طماطم مش حلوه والله، صفرة جدا، وعايزه اخد 6 7 حبايات ولا ال5 حبايات دول ب12 جنيه ليه ان شاء الله. المهم جبتهم على 6 جنيه. تمام. 6 حبات 7 حبات بالكتير جدا، نص كيلو بالظبط ب6 جنيه وبس كده. الدنيا كانت صعبة جدا، والطماطم شايفة نفسها علينا قوي، ويا ريتها عدلة، عاملة زي ناس كتير في حياتنا كده ملهاش شكل ولا ليها قيمة، وعاملة نفسها سعر. بس يلا، الله المستعان على كل حال. بصل وطماطم وشوية بهارات، دول كانوا عاملين لوحدهم 100 جنيه. الله المستعان. هنا بقى كان عندي ضلفة الخزين كده، حبيت ارتبها، كانت متلخبطه بقى، سكر على زيت على مكرونه، فبسحب بقى واخد وادي، فالحاجه اتلخبطت معايا، وانا موت وسيم من الحاجه توصل لكده يعني. فقلت كده شارككم كده ايه، وحاجات بسيطه كده انظم الحاجه بقى. طبعا سكر، ملح، مكرونه، زيت، الحاجات اللي انا بستخدمها بشكل دوري يعني، على طول ايدي فيها، اللي مرتبهاش. فقلت بقى اخدهم كلهم في ضلفه واحده بقى كده، اظبطهم بقى كلهم كده. معانا لوبيا ومعانا عدس ومعانا شاي، معانا سكر، معانا مكرونه. بس يا بابا، معانا شويه حاجات كده. هرجع انا بقى كل حاجه كده، المهم كلهم في ضلفه واحده، بدل ما كل فيلم في اغنيه في ضلفه وعامل لي زحمه وكمان ايه، نوفر المساحه في حاجه تانية نستفيد بيها. فانتوا وصلت معايا بقى لحد ما انتوا تبقى تصلي على النبي كده وتستغفري معايا ربنا كده، وتسيبي له كومنت حلو يكبر خاطر ربنا، يكبر خاطر وخاطرك يا رب، ويصلح حالي وحالك، اللهم امين. هبدا ارص الحاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بشكل مرتب برضو،
وبعد كده بقى كان عندنا روتين تاني خالص. عندنا ايه، طلعنا كده مراتب على السطح تشمس كده، خلاص بقى دخلنا على الشتاء والشمس بتروح مننا، فقلنا بقى نلحقها بقى كده. فطلعت كده المراتب بتاع الاطفال انا وزوجي طبعا. الدور ده دور ناس معانا في البيت، احنا في بيت عيله، مش حاجتنا يعني. فانا بقى فرشت كده حاجه على الارض، حافظ وكراتين، وحطينا عليهم المراتب والمخدات. الحمد لله يعني لحقوا شويه من الشمس. وبعد كده نزلناهم بقى. هنا بقى حبيت اشارك معاكم الغدا بتاعنا. عملنا، انا كنت مطلعه وراك، كانت النيه ان انا اعملها صينيه، ولكن اكتشفت او افتكرت ان الطماطم غاليه. طبعا جزء الطماطم اللي في الاول ده كان متصور في يوم وده في يوم تاني. فقمت بقى ايه، قمت سلقاها وعملت بالشوربه بتاعتها كده ايه، شلت طبق منها وعملت بالباقي ملوخيه، وعملت رز بالشعريه واتغدينا وبالف هنا وشفا. واليوم عدى والدنيا بتعدي، وربنا يحسن ايامنا كده ويعيننا ويرزقنا من حيث لا نحتسب يا رب. آه بس ده كان فيديو النهارده كده، ما حبش اطول عليكم، رب يكون الفيديو عجبكم. واتمنى تكونوا بتستفيدوا بجد. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.